السلام عليكم يا شباب، فيديو جديد لحل الدرس 11، درس الأحماض الكربوكسيلية من كتاب الامتحان. معاكم مستر إسلام كامل. ما تنسوش، مستني دعمكم على الدروس، مستني الكومنتات بتاعتكم لو في أي جزء مش واضح عرفوني. نبدأ بسم الله. السؤال الأول: كل مما يلي أحماض قوية ما عدا. طيب HCl HNO3 H2SO4 HCOOH. لو بصيتوا كده يا شباب هتلاقي الأحماض دي كلها معدنية. هو عايز ما عدا، يبقى الإجابة ايه الصح؟ هي الإجابة رقم د. 2: أي محاليل الأحماض التالية متساوية التركيز قيمة البي اتش لها 3.37%؟ طيب ايه علاقة التركيز بالبي اتش؟ الكلام ده هنعرفه لسه في الباب الثالث، بس هو هنا مثبت التركيز عشان اللي يتحكم في البي اتش نوع الحمض. 3.37 دي تمثل ضعف، يعني الأحماض القوية هتلاقي البي اتش بتاعتها بواحد، بصفر، باتنين، لكن 3.37 تمثل حمض ضعيف، فالإجابة جيم الإجابة ليه الصحيحة يعني. 3: أي مما يلي يكون المجموعة الفعالة للأحماض العضوية؟ فأنا عندي الإجابة ب صحيحة، مجموعة الكربوكسيل ده رمزها. 4: أي مما يلي مركبات عضوية تحتوي على مجموعة كربونيل متصلة بمجموعة هيدروكسيل؟ فاحنا عندنا هنا مجموعة الكربوكسيل اللي هي الإجابة ج، كربونيل متصلة بهيدروكسيل، هتبقى الأحماض العضوية. السؤال 5: أي المركبات التالية يحتوي على مجموعة كربوكسيل؟ فالبروبانون كيتون احنا عارفين، حمض البكريك فينولي، البروبانول كحول، فالإجابة د هي الإجابة الصحيحة من الأحماض. 6: أي مما يلي مركب عضوي تتصل فيه مجموعة الكربوكسيل مباشرة ب C6H5؟ الاتصال المباشر بين الكربوكسيل وبين حلقة البنزين معناه حمض أروماتي، فالإجابة ج الصح. 7: أي الصيغ الآتية تعبر عن حمض أليفاتي؟ طبعا لازم مجموعة الكربوكسيل ولازم مجموعة الألكايل، فده الصح. 8: ما القانون العام للأحماض الكربوكسيلية الأليفاتية المشبعة أحادية القاعدية؟ فيعني انت لازم تبقى عارف ان القانون CnH2n، لازم تبقى عارف الصيغة دي CnH2n و O2. طيب انا ملاحظ في الاختيارات ان هو مستخدم مجموعة الكربوكسيل فصلها من القانون، فلازم تبقى عارف ان لما افصل مجموعة الكربوكسيل هوصل للصيغة العامة RCOOH. يبقى يا بطل عايزين نشيل الار دي ونحط مكانها القانون بتاعها، وده مشهور جدا، شق الالكايل CnH2n-1، فالإجابة ج الإجابة الصحيحة. CnH2n+1 الإجابة د، عذرا الإجابة د الإجابة الصحيحة. نشوفها تاني كده، فين اهي الإجابة الصحيحة CnH2n+1 شق الألكايل، لأن احنا كنا قلنا الألكان CnH2n+2. طيب سؤال 9: أي مما يلي من الأحماض ثنائية القاعدية؟ حمض الأوكساليك ده أليفاتي ثنائي القاعدية، مظبوط. السؤال 10: مجموعتا الكربوكسيل في حمض الفيثاليك تكون في الموضعين. طالما قال الفيثاليك بس ما قالش التير فيثاليك، يبقى هنختار 1 و2. افتكروا يا شباب احنا كان عندنا حاجة اسمها التير فيثاليك، ده كان في المكان 1 و4. السؤال 11: يعتبر حمض الفيثاليك نقط هو أروماتي طبعا وثنائي القاعدية، فالإجابة ج مظبوطة. السؤال 12: مركب صيغته الجزيئية C7H6O3. أنا عايزك بقى ذكي كده، طالما O3 يبقى في مجموعة كربوكسيل ومجموعة هيدروكسيل، وطالما في عندك 6H
يبقى ده متصل بأروماتي لأن عدد الاتشات قليل عن السهات. يبقى ده اسمه حمض مين يا شباب؟ اللي هو فيه حلقة بنزين وعليها مجموعة كربوكسيل و اتش. طبعا ده السلسلك. طيب أي الاختيارات يعد صحيح؟ هختار جيم، يحتوي على مجموعتين وظيفيتين. السؤال 13: ما عدد الروابط C رابطة ثنائية C في الجزيء الواحد من الحمض العضوي الذي صيغته الكيميائية C17H29COOH؟ يعني يا شباب احنا اتكلمنا في النقطة دي كتير، ان لما يطلب منك عدد الروابط في مركب ما، طالب مثلا عدد الروابط ولتكن في حمض زي اللي هو قايلهولي ده، الأول لازم أعرف الصيغة. لو كان الحمض مشبع هيبقى شكل الصيغة إيه؟ نشوف كده، إحنا معانا كام سي في السؤال؟ سي 17. لو حمض مشبع كان هيبقى عدد السيات 17، وعدد الاتشات لو فاكرين القانون يا شباب 2 في 17 زائد 1 اللي هو 2n بلس 1، وجنبهم مجموعة ايه؟ الكربوكسيل. فسي 17 هكتبها، واتش هتبقى 35، والكربوكسيل. طيب يا شباب هو في المسألة قايل لي الاتش عددها كام؟ 29. كاتب لي الصيغة كده في المسألة سي 17 اتش 29 ومجموعة الكربوكسيل. بالنظر كده في فرق كام اتش عندنا؟ في 6 ذرات هيدروجين اللي هما يمثلوا 3 اتش 2، وانت عارف ان كل واحدة اتش 2 تمثل رابطة ايه؟ باي. فالجواب الصح هنا ان انا هيبقى عندي 3 روابط باي. الاجابة رقم ج هي الاجابة الصحيحة. السؤال 14: الحمض المستخدم من زيت النخيل صيغته الكيميائية. زيت النخيل ده كان ليه اسم عندنا، اسمه حمض يا شباب البالميتيك، اللي هو كان فيه سي 15 اتش 31 سي او او اتش، صيغته عندنا في الكتاب. طيب بص بقى ركز، يبقى انت هتدور على مجموعة كربوكسيل متصلة ب15 سي وطبعا مشبع مفهوش رابط ثنائي. جيم غلط عشان في رابط ثنائية. نبص بقى على ألف، عدد السيهات ادي واحدة بره و14 جوه، يبقى معايا 15 ودي كده مظبوطة، فهختار الإجابة ألف. وأتأكد برضو من الاتشات يا شباب، 2 في 14 ب28 و3 يبقى 31 مظبوط. طيب 15: أي مما يلي الاسم الشائع للمركب CH3CH2 باي 4 COOH؟ يمكن لسه حلينه فوق اهو، كان اسمه حمض البالميتيك اللي هو مصدره زيت النخيل. الإجابة ب. 16: ما الألكان المقابل للحمض العضوي الذي مصدره الزبدة؟ احنا قلنا اسمه حمض ايه يا شباب؟ البيوتيريك. طيب حمض البيوتيريك ده عايز الألكان المقابل له. مين فاكر الرمز كان فيه كام؟ كان فيه صح C3H7COOH، يعني إجمالي السيهات كام يا شباب؟ 4. يبقى الألكان المقابل له البيوتان. طيب بعد كده بيقول لي ما تسمية الأيوباك للمركب اللي في الصيغة دي؟ انت شايف كده الذرتين دول؟ شايف الذرة اللي هنا دي والذرة اللي جنبها الاتنين سي دول؟ واضح جدا ان معلهمش اتشات كافية عشان يبقى التكافؤ رباعي. واضح جدا ان الصح ان انا ارسم ما بينهم رابطة ثنائية عشان اوضح او اعوض التكافؤ اللي موجود، وجنبهم الكربوكسيل. يبقى ده بروبين. عد كده 1 2 3 بروبين، وفي نفس الوقت حمض يعني بروبينويك. فالإجابة ج الإجابة الصحيحة. 18: ما تسمية الأيوباك لهذا المركب؟ اتأكد الله يكرمك كده في روابط باي ولا مفيش؟ السي اتش 3 بعدها سي اتش وطبعا عليها الفرع ده هنا، يبقى كده مشبعة. هتعد طبعا 1
2 3 يبقى الفرع في 2، فاحنا عايزين 2 ميثايل حمض بروبانويك. الإجابة ب الإجابة الصحيحة. السؤال 19، ما تسمية الأيوباك للمركب المرسوم ده؟ لازم نرسمه بالراحة، الكلور هيبقى طالع على الذرة دي لأن دي اللي فيها نقص في الاتشات، وهيبقى الترقيم 1 2 3، يعني المركب اسمه 3 كلورو، فالإجابة ب إجابة مظبوطة. السؤال رقم 20، ما تسمية الأيوباك للحمض الكربوكسيلي الذي لا يحتوي على مجموعة ميثيلين وصيغته C5H10O2؟ طيب ركز معايا كده، هو بيقول لي لا يحتوي على مجموعة ايه؟ ميثيلين، مظبوط؟ تمام. وصيغته C5، نعيدها تاني كده نشوفها اهي، C5H10. طيب فاكرين يا شباب لما قلنا الصيغة لما تبقى C5H10 و O2، فاكرين انا قلت لكم لو فصلنا مجموعة الكربوكسيل منها هيفضل C4 جنبها و H كام يا شباب؟ H9. يبقى السلسلة اللي انا هرسمها عندي جنب ال COH عبارة عن 4 سيات. بس استنى، هو قال لي في السؤال انا مش عايز مجموعات ميثيلين، ميثيلين ده رمزه CH2، يبقى لازم يكون الذرات متفرعة بالشكل ده اهي، اللي هي لو فاكرين سميناها مجموعة نيو. طيب اسمه بالايوباك هيبقى 2 و2 ثنائي ميثايل، ده فرعه وفرعه ثنائي ميثايل حمض بروبانويك. هل الاختيارات فيها الكلام ده؟ تعالى كده نشوف ايه الاختيارات اللي موجودة عندنا. 2 و2 ثنائي ميثايل حمض بروبانويك، فالإجابة ج إجابة مظبوطة. السؤال 21، ما تسمية الأيوباك للمركب المقابل؟ بالراحة بقى، واحدة واحدة، من الشمال أو من اليمين اللي يعجبك، من اليمين كده. كربوكسيل، وراها ميثيلين، وراها C6H5، شاطر، هتبقى فرع على CH اللي بعدها. بعد كده CH3، أيوة، ما ينفعش CH3 في النص، هتبقى فرع على CH اللي بعدها. يلا الرقم 1 2، مالكش دعوة بالفرع. 3، مالكش دعوة بالفرع. 4، يبقى الفروع في 3 و4. طبعا الأبجدية هقول 4 ميثايل الأول، وبعدين 3 فينايل، في مش فاي، فينايل حمض بنتانويك، الإجابة ألف. 22، ما عدد الأيزوميرات بتاعت الأحماض الكربوكسيلية اللي لها الصيغة C4H8O2؟ طيب ركز معايا كده في الجزئية دي. الأول هو قال لي إيه؟ الصيغة C4 مالها؟ C4H كام؟ C، نصغر الخط شوية بس، C4H8O2، نتأكد كده. أيوة قال كده فعلا. خلي بالك بقى، الصيغة دي تبع القانون ده CnH2nO2، شاطر. طيب القانون ده يمثل ايه ويا شباب؟ أحماض، وايه كمان الايزومرات بتاعتها؟ استرات. هو في السؤال كان واضح، قال انا عايز ايه يا شباب؟ الاحماض. يبقى زي ما انت عارف بثبت مجموعة الكربوكسيل بالراحة كده، يفضل 3، اما ان انا احطهم مفرودين مجموعة بروبايل عادية، واما ان انا احطهم مجموعة ايه؟ ايزو بروبايل، فرع كده وفرع كده، يا اما كده يا اما كده. فعندي ايزومرين موجودين اهمت من ايزومرات الايه؟ الاحماض اللي موجودة، فالاجابة ب اجابة مظبوطة. نيجي للسؤال اللي بعده 23، يمكن الحصول على حمض الاسيتيك من كل مما ياتي عدا: ألف أكسدة ناتج الهيدرة الحفزية للإيثاين، طبعا دي صح لأن ناتج الهيدرة الحفزية اسمه أسيتالدهايد، وأكسدته هتدي حمض أسيتيك. ب
تعرض الإيثانول للهواء في وجود بكتيريا الخل، برضو صح، اللي هي الطريقة ليه الحيوية. جيم امرار غاز H2S في إيثانوات الرصاص. تعالى معايا كده. H2S ده غاز، بيقول لي أنا همرره في إيثانوات أهي الرصاص. تكافؤ الرصاص يا شباب ثنائي، يبقى باي 2 بي بي. يلا كده يعمل إحلال مزدوج. البي بي هتاخد الاس بي بي اس، ويتكون CH3 COOH، طبعا 2 مول. حصلنا على حمض الأسيتيك. هو عايز عادة ما تنساش. د معالجة الإيثين بمحلول برمنجانات البوتاسيوم. لو فاكر ده كده اسمه كشف باير، بيطلع إيثيلين جلايكول، يبقى دي غلط. هختار 24. من المخطط التالي CnH2n-2 ده الكاين. عملية 1 اداني CnH2nO. اللي فاكر القوانين يا شباب لو سمحتوا ركزوا في الحتة دي. احنا قلنا القانون CnH2nO مميز للالدهايد ومميز للكيتون. فطالما انا عندي الكاين ومش عارف عدد الذرات بتاعته، فيبقى الصيغة دي تحتمل ان تكون كيتون او الدهايد، لان احنا قلنا في درس الالكاينات لو 2C هيبقى الدهايد، لو اكتر هيبقى كيتون. وحصل بعد كده عملية 2. العملية 2 دي ادت مني حمض، الصيغة دي بتاعت حمض، يبقى اكيد ده يا شباب ايه؟ الدهايد. العملية 1 احنا قلنا هيدرة ايه؟ حفزية. فكده بفكر في الإجابة يا ألف يا الإجابة يا شباب الإجابة جيم. العملية 2 المفروض دي عملية أكسدة، فالإجابة جيم الإجابة الصحيحة. تعالى كده نمشي بقية الاختيارات. إيثانال حمض إيثانويك، طبعا إجابة صح كده. السؤال 25. من المخطط التالي، زي ما اتفقنا كده نبص على المركب، ما نخافش، على مهلنا من اليمين كده. OH يعني كحول، CH2 CH2 CH3 قابلتنا، يبقى على طول زي ما علمتك فرع على السي اللي فيها نقص في الاتشات. حصل عملية أكسدة شباب، أكسدة، ودي مجموعة أولية، يبقى هنا لازم يتكون CHO الدهايد متصلة ببقية المركب. أكسدة تاني يبقى لازم يتكون COOH ببقية المركب. أي مما يلي يعبر عن المجموعة الفعالة للمركب رقم 1. طبعا دي مجموعة هيدروكسيل. فبص كده في الاختيارات، الإجابة ألف بتقول CH2OH صح. والمجموعة الفعالة للمركب رقم 2 دي مجموعة الدهايد زي ما قلنا، اللي هي فورمايل، هو كاتبها كربونايل، دي غلط. نبص على بقية الاختيارات كده. بص كده الإجابة د مظبوطة اهي، تمام. طب هل اسم المركب هيبقى 3 ميثايل حمض بيوتانويك؟ بص كده على الرسمة، الميثايل طبعا هيبقى في رقم 3، يبقى صح بالشكل ده. نكمل. 26. كل مما يأتي يعبر عن خواص الأحماض الأليفاتية عدا الحمض الأليفاتي صيغته C3H6O2 مظبوط. الإجابة اللي بعدها C5H10O2 مظبوط. الإجابة اللي بعدها CH2O2 مظبوط يا شباب، ده هيبقى حمض الفورميك لو واخدين بالكم، ده أليفاتي. اللي بعدها C11H22O2 مظبوط. كل الأحماض الأليفاتية دي مظبوطة. فالمشكلة عندنا فين يا شباب؟ المشكلة عندنا هتبقى في الخواص الفيزيائية. تعالى كده نشوف. الحمض الأولاني اللي هو C3H6O2 بيقول عليه سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة يذوب في الماء. احنا قايلين كده الأحماض الخفيفة سوائل وريحتها نفاذة وبتدوب في المية لأنها بتصنع روابط هيدروجينية. C5H10O2 ده كاتبهولي
سائل زيتي القوام عديم اللون ذو رائحة كريهة. طبعا ده برضو صح، بزيادة الكتلة بيتحول من سائل لسائل زيتي والريحة بتبقى كريهة. جيم غاز سام، دي بقى غلط. ليه؟ لان الاحماض ما فيهاش غازات يا شباب. المفروض ده كمان حمض الفورميك سائل وليه رائحة نفاذة برضو. دال بلورات صلبة بيضاء لا تذوب في الماء، دي صح. يبقى اخترنا الجواب رقم ج. نيجي للسؤال اللي بعده 27. درجة غليان الإيثانول أقل من درجة غليان نقط. هدور على حمض الأحماض أعلى من الكحولات. 28. ترتبط جزيئات المركبات الآتية مع بعضها بروابط هيدروجينية عدا. روابط هيدروجينية يبقى بدور على مجموعة OH سواء كانت في الكربوكسيل أو الكحولات. عدا فأنا هختار الإجابة د، لأن ده يمثل إيثير. الإيثيرات لا تصنع روابط هيدروجينية. السؤال اللي بعده 29. عدد الروابط الهيدروجينية تكون أكبر ما يمكن بين جزيئات الحمض. طبعا روابطه كبيرة، احنا عارفين بيكون ضعف الكحولات. ب ما بيكونش، ج ما بيكونش، د كحول، يبقى الإجابة ألف. 30. ما المركب العضوي الذي يكون أكبر عدد من الروابط الهيدروجينية بين جزيئاته في مول منه؟ تعالى واحدة واحدة. ألف في 2 مجموعة OH، ب في واحدة، ج أيوة كربوكسيل وكربوكسيل يعني يساوي 4 OH لوحده كده. تمام، لأن الواحدة الكربوكسيل بتصنع ضعف ال OH. د واحدة والكربوكسيل يعني يساوي 3 OH. شفت بقى أنا بحسبها إزاي؟ وهنا واحدة OH وهنا 2 OH، يبقى أكبر عدد بين جزيئاته يا شباب هيبقى إيه؟ الإجابة رقم ج. 31. أي مما يلي يعبر عن الترتيب الصحيح للمركبات تبعا لعدد الروابط الهيدروجينية التي يكونها كل جزيء عند ذوبانه في الماء؟ بالراحة واحدة واحدة كده. الجليسرول 3 OH. طيب الإيثانول 1 OH. السوربيتول 6 OH. الإيثانويك 2 OH. طبعا الترتيب ألف ده ترتيب غلط كده. طيب بص ب برضو غلط. ليه؟ الإيثانويك 2 OH، الجليسرول 3، الإيثانول 1، غلط كده. بص في ج، الإيثانويك 2، السوربيتول 6، الإيثانول 1، غلط. بص في د بقى، هي الإجابة الإيه المظبوطة. هيبقى هنا 1، هنا 2، هنا 3، هنا 6. الطالب هيقول لي ازاي يا مستر حمض فيه 2؟ احنا اتفقنا الحمض فيه مجموعة كربوكسيل وهي لوحدها كده تعادل رابطتين هيدروجينيتين يعني 2 OH. السؤال 32. 3 مركبات مشتقات هيدروكربونية A لا يتأثر بKMnO4 المحمض. طالما مشتق ولا يتأثر يبقى أنا ممكن أقول كحول إيه؟ ثالثي، وممكن أقول حمض، ما هو الأحماض لا تتأثر. B يتكون بين كل 2 جزيء منه رابطتين هيدروجينيتين، حمض. تمام. C لا يتفاعل مع محلول هيدروكسيد، يبقى ممكن أقول كحول. تعال نشوف بقى الاختيارات هي اللي هتحدد. نيجي لإيه؟ للإجابة رقم ألف. هل الإيثيلين جلايكول لا يتأثر بالKMnO4؟ المعلومة دي مهمة عايزك تعرفها. الإيثيلين جلايكول CH2OH مع CH2OH. لو بصيت كده هتلاقي فيه مجموعة أولية هنا ومجموعة أولية هنا زائد KMnO4. عملية الأكسدة هتتم على فوق وتحت. الأول هيتحول لألدهايد والمجموعة التانية برضو. بعد كده أكسدة مرة أخرى هيتحول لحمض الأوكزاليك يا شباب اللي هو 2 مجموعة كربوكسيل. إذن هو بيتأثر بالبرمنجانات، عشان كده مش هختار الإجابة دي خالص. ب
2 ميثايل 2 بروبانول. طب تعالى نرسم به كده. 2 ميثايل 2 بروبانول. الميثايل عبارة عن 2 ميثايل، هو بيقول لي كده 2 ميثايل 2 بروبانول. تعالى نرسمه كده. ادي سي بروبانول ال OH في الاول، وعند رقم 2 في CH3. طيب هل ده يمثل هو قال 2 بروبانول، انا كده رسمته غلط. نعيده تاني. ادي سي 2 ميثايل، وفي عندي 2 بروبانول اهو. لو ركزت كده هتلاقي كحول ثالثي، يبقى كده الإجابة ب مظبوطة، إن هو يعني في الجزئية ألف مظبوطة إن هو لا يقبل الأكسدة. تعال نشوف بقى بي إحنا كاتبين حمض، تمام. تعال نشوف سي، لا يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم، وأنا بقول كحول ليثيلين جلايكول، صح كده. طيب إيه الغلط في جيم؟ هو كاتب إن إيه حمض، أوكي أنا كاتب ماشي، كاتب إن ده 2 ميثايل 2 بروبانول. لا مش هيكون ربطتين، ده هيكون ربطة واحدة. تعال نشوف دال تمشي ليثيلين جلايكول مفيش مشكلة، بس الأخيرة عاملها حمض، والحمض بيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم فما تنفعش. طيب كمل. بيقول في السؤال 33 ايه؟ أي المركبات الآتية تكون درجة الغليان بتاعتها هي الأعلى؟ هنا في واحدة OH، هنا في 2، هنا في ما يعادل 2، هنا مفيش OH. يبقى كده الطالب بيفكر في الإجابة ب والإجابة ج. طالما تساوي في عدد ال OH، خلي بالك الكربوكسيل أنا بحسبها ب2 أهو. طالما تساوي يبقى الكتلة هتحكم ما بيننا. هنا في 2C، هنا في 2C، هنا في 4 اتشات في ج، في ب موجود عندي 6 اتشات، 4 بره و2 اهم. يبقى الإجابة ب درجة غليانها طبعا هي الأعلى. لا يا مستر ما كده تسرعنا، لأن ما حسبناش الأكسجين. بالراحة واحدة واحدة. الأكسجين نتراجع تاني. الأكسجين نحسب بقى الكتلة بالراحة. هنا 2 في 12 زائد 4 في 1 زائد 2 في 16. كويس. الكتلة دي كده ب60 جرام. طيب تعالى الناحية التانية بقى. 2 في 12 زائد 4 زائد كام يا شباب؟ ال OH باي 2، ال O ب 16 و H بواحد، 17 في 2 يعني زائد 34. طبعا واضحة خالص إن الكتلة في مين أعلى؟ الكتلة في ب أعلى. احسبها كده. 2 في 12 زائد 4، هنا دول ب32 لكن هنا أنا كاتب 34، الكتلة ب أعلى. يبقى الجواب الصح هنا، والجواب إيه؟ ب 34. أي مما يلي يعبر عن التدرج في درجة غليان المركبات دي. طيب زي ما علمتك، هنا في بيوتانول تتحسب OH واحدة، هنا بيوتانال ما فيش OH ما بيكونش، هنا 2 OH، يعني هنا واحدة OH، هنا ما فيش، هنا 2. ازاي بقى عامل ان الواحدة اكتر؟ مينفعش. لكن بص ب كده، ب مظبوطة جدا، الحمض اعلى من الكحول اعلى من الالدهايد. سؤال 35. أي مما يلي يعبر عن التدرج الصحيح لقيمة البي او اتش للمركبات متساوية التركيز؟ ركز يا شباب. بي او اتش، فاكر لما شرحت لك وقلت لك انها عكسي مع البي اتش؟ فاكر؟ يعني انت هترتب البي اتش وتعكس، رتب حسب البي اتش واعكس. طيب ده حمض معدني البي اتش بتاعته صغيرة لانه قوي، وده حمض تاني احادي البروتون معدني البي اتش بتاعته اعلى من ثنائي البروتون طبعا، وده معدني ضعيف، والخليك الاخير اللي هو ده. فانا كده مرتبهم حسب مين؟ حسب البي اتش، ان ده صغير بس دي علامة اكبر من، يعني هو بيرتب كده العكس.
إذا الإجابة ألف صح. ده ترتيبهم حسب البي او اتش. تاني، يعني ترتيبهم حسب البي اتش ان ال H2SO4 اقل من ال HNO3. تمام. انا بقى عايز ارتبهم حسب البي او اتش، يبقى هعكس العلامة، فالاجابة الف عامل كده اللي انا عايزه. السؤال 36. كل المركبات الآتية تذوب في الماء ما عدا الإيثين مش بيكون روابط هيدروجينية مش بيدوب. ماشي. الإيثانول فيه واحدة بيدوب بيصنع. الجليسرول فيه 3. حمض الإيثانويك ب2. يبقى كلهم بيدوبوا إلا ألف. 37. ما المادة الأعلى قابلية للذوبان في الماء؟ ألف ما فيهاش روابط هيدروجينية، ب ما فيهاش، ج بقى بيكون رابطتين، د بيكون رابطة واحدة بس ده فينولي، يعني المفروض ان هو عايز التسخين عشان يدوب اصلا. 38. اي مما يلي يدل على ذوبانية المركبات الثلاثة الموضحة بالجدول كل على حدة في 100 جرام مية. 25. اما تبص على الارقام ما تتخضش، هو بس مثبت لك كتلة المية عند الكل ودرجة الحرارة ثابتة في 25. طبعا اللي فيه او اتش اكتر كتلته المذابة هتبقى اكتر. فالحمض ده اتفقنا ان فيه 2 او اتش، صح؟ يعني مجموعة الكربوكسيل اللي فيه تعادل 2 او اتش. وسي 7 اتش 14 ما فيهوش او خالص اصلا. وده الكحول اللي مكتوب ده فينول، واحنا قلنا ان هو في درجة حرارة الغرفة مش بيدوب ايه في المية او شحيح يعني. فألف بيقول 100 جرام هيدوبوا وتمانية واتنين هتدوب. لا، أنا عندي المركب ده والمركب ده الاتنين شحيح الذوبان في الماء. فيعني لو بصينا كده ب بيقول 103/1000 و8.2 جيم بيقول 8. أنا طبعا هرفض جيم ودال. ليه؟ لأنه مصغر قوي الكتلة بتاعت مين؟ بتاعت الحمض يعني، فهرفض الإجابة جيم. وإيه يا شباب؟ دال. ألف ولا ب؟ بص كده الفرق بين ألف وب إيه؟ ألف مخلي سي 7 اتش 14 اللي هو الألكين ذوبانه أعلى من الفينول. طبعا ده مش مقبول، لأن الفينول حتى لو كان مادة صلبة هو شحيح وفيه او اتش، يعني طبيعي يبقى الإجابة ب. حتى لو مش عارف الأرقام ب هي المظبوطة. السؤال اللي بعده 39. ما وجه التشابه بين مركبي البيوتان وحمض البيوتانويك؟ بالراحة كده يا شباب. بيوتان وحمض بيوتانويك. سؤال 39. وجه الشبه الكان وحمض. ألف عند احتراق 1 مول من كل منهما احتراقا تاما ينتج نفس عدد مولات المية. طب بص كده على الصيغة C4H10، يعني هنا في 5H2O هيطلعوا في الاحتراق. ليه 5؟ عشان في 10H. طيب والبيوتانويك C4، فاكر القانون؟ يلا قول ها. H8O2، يعني هنا في 4H2O هيخرجوا. اذا نفس العدد ده مش مظبوط. هنا في 4، هنا في 5. ب يستخدم كمونيمرات في عملية البلمرة بالتكاثف. الألكان بلمرة بالتكاثف؟ لا طبعا ما ينفعش، لكن الحمض اوكي. جيم خلي بالك انا عايز وجه الشبه. جيم لهما نفس التأثير على دليل عباد الشمس، برضو ما ينفعش. الحمض بيحمر، البيوتان متعادل. ده بقى عند احتراق 1 مول من كل منهما حرق تام ينتج نفس مولات السي او 2. دي صح، لان ده 4 سي وده 4 سي، يعني في الاتنين هيخرج 4 سي او 2، فكده الاجابه مظبوطه. طيب السؤال 40 بيقول الشكل المقابل يوضح الصيغه يا شباب. على مهلنا كده. الشكل المقابل يوضح الصيغه البنائيه لاحد المركبات العضويه كل مما يأتي صحيح بالنسبة لهذا المركب عدا. تمام. نبص على الشكل. في مجموعة كربوكسيل على اليمين اهي،
وفي مجموعة كربوكسيل على الشمال وفي رابطة ثنائية في النص. تمام. ألف يزيل لون، طبعا يزيل. ب حمض ثنائي القاعدية، طبعا. ج يشترك في تفاعلات بلمرة بالإضافة، طبعا لأن في رابطة ثنائية. د محلول المائي أو محلوله المائي يتفاعل مع النحاس، دي اللي غلط. ليه يا شباب؟ لأن يا حبيبي النحاس تحت الهيدروجين في متسلسلة النشاط الكيميائي، فازاي هيطرد الاتش؟ ما ينفعش طبعا. يا مستر طب دي احنا فاكرينها من القديم ولا هناخدها ولا ايه؟ والله في الاتنين، انت خدتها في الاعدادي اكيد، النحاس تحت الاتش، وهناخدها في الكهربية برضو ان شاء الله. 41. اي المركبات الاتية يزداد ذوبانه في الماء عند اضافة NaOH اليه؟ معنى الجملة انه ما كانش راضي يدوب، ولما حطيت هيدروكسيد صوديوم بدأ يدوب عشان صنع رابطة ايونية. ألف هيدروكربون أروماتي، مقصود بهيدروكربون أروماتي بنزين أو تولوين أو كده يعني، ودول مش بيتفاعلوا مع NaOH أكيد. ب ألكان، مش بيتفاعل طبعا، الألكانات لا تتفاعل. ج حمض كربوكسيلي، أكيد ده صح لأن احنا بنكون مجموعة سونا اللي فيها رابطة أيونية في التفاعل. 42. ينتج المركب أو ينتج مول من غاز الهيدروجين عند تفاعل وفرة من الصوديوم مع مول من مين؟ هو الصوديوم فلز نشط بيتفاعل مع الكحولات والفينولات، وبيتكلم على مول من غاز الهيدروجين هيخرج لما فاعل وفرة من الصوديوم مع 1 مول من مين؟ طيب تخيل كده الإجابة ألف معايا. لو ده 1 مول وحطينا عليه صوديوم، مع الصوديوم بالعافية كده هيدخل مكان ال H دي، مش هيدخل مكان أي H تاني، يعني اللي هيخرج نص H2. انتوا فاكرين الحركة اللي بعملها في نص H2 دي لأن هي H واحدة، إذا ألف مش هتنفع، أنا عايز أخرج مول كامل من H2. يبقى معنى السؤال إنه عايز 2OH، عايز مركب فيه 2OH أو مركب فيه كربوكسيل وهيدروكسيل، تبقى واحدة دخلت هنا صوديوماية دخلت هنا مكان الاتشاية دي، وصوديوماية مكان الاتشاية اللي في الأو اتش دي، فالإجابة ده إجابة إيه؟ مظبوطة. السؤال 43. يتصاعد غاز عند تفاعل الصوديوم مع كل مركب من أزواج المركبات الآتية على حدة عدا. إيه الغاز اللي هيتكون؟ ده غاز الهيدروجين. عدا خلي بالك، ألف حمض البكريك وحمض البنزويك. طيب البكريك ده كان فيه نولي، كان فيه OH لو فاكرين، طبعا هيطلع هيدروجين، والبنزويك فيه COH هيطلع هيدروجين. ب حمض الأوكساليك والإيثانول، الاتنين برضو هيطلعوا هيدروجين لأن كحول وحمض. ج حمض وفينول هيطلعوا طبعا. دال بقى، دال الكربوليك ده اللي هو الفينول، والإيثانال ده الدهايد، يبقى هي دال لأن هو بيقول مع الزوج هيخرج هيدروجين، لكن الكربوليك هنا هيطلع لكن الإيثانال لا، متفاعلش مع الصوديوم. 44. ما عدد مولات غاز الهيدروجين المتصاعدة عند إضافة وفرة من فلز الصوديوم إلى مول واحد من المركب المقابل؟ طب بص كده على المركب المقابل، هو هيضيف ايه؟ وفرة من فلز الصوديوم. ماشي، الصوديوم بيدخل مكان مين يا شباب؟ فاكر؟ مكان الاتشات دي ودي، يعني هيدخل مكان الاتش دي، وهيدخل مكان الاتش دي تحت الكربوكسيل، ومكان الاتش دي، ومكان الاتش دي. في تاني؟ لا مفيش لا او اتش ولا في حاجة. 1 2 3 4، يعني كده في 4 اتش، يبقى كام مول يا شباب من ال H2؟ 2 H2، يبقى الجواب الصح ايه؟ الإجابة ب، الإجابة الصحيحة. 45. ما عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم التي يمكنها التفاعل مع مول واحد من المركب المقابل؟ يا حبايبي هيدروكسيد الصوديوم كان بيتفاعل مع الحمض ومع الفينول لو فاكر، الكحول لا. طيب مجموعة الكربوكسيل اهي في الأحماض كده هتتفاعل مع 1 NaOH.
الكحولات لا مش بتتفاعل، الكحولات لا، ال OH دي لا، مجموعة الكربوكسيل اهي. يبقى كده انا هتفاعل مع 2 مول. الإجابة ألف إجابة ايه مظبوطة. السؤال 46. الشكل المقابل يوضح الصيغة البنائية لأحد المركبات العضوية. ما الصيغة البنائية للمركب الناتج من تفاعل مول من المركب المقابل مع وفرة من هيدروكسيد الصوديوم؟ هنا في مجموعة كربوكسيل، فهنا هيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم. تمام. هنا هيدروكسيل مش هيتفاعل، هنا هيدروكسيل مش هيتفاعل، هنا في كربوكسيل فهيتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم. يبقى أنا عايز رسمة من الاختيارات يبقى فيها على اليمين COONA وعلى الشمال COONA، لكن المجموعات اللي هي في النص OH دي مش هتتفاعل. يعني الإجابة ب. إجابة لا، ب مش هتنفع لأن هنا ما تفعلش. طيب تعال نشوف على الإجابة ألف كده. COONA مظبوطة مظبوطة طبعا، ألف إجابة صحيحة. طيب تعال على السؤال 47. في رقم 47 بيقول أي المركبات التالية يتفاعل مع كل من حمض الهيدروكلوريك اللي هو رمزه يا شباب HCl طبعا، ومحلول هيدروكسيد الصوديوم المخفف NaOH. طيب بالراحة راجع معايا. اللي هيتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك مجموعة كحولية، كحولات، يبقى هنا أنا عايز حاجة كحول. واللي هيتفاعل مع NaOH فينولية أو أحماض، فينول حمض، عايز فينول وعايز حمض. طيب ايه بقى المركب اللي في الاختيارات اللي فيه مجموعة OH وفي نفس الوقت حمض؟ الإجابة ج موجودة، 3 هيدروكسي حمض بروبانويك. 48. الشكل المقابل يعبر عن الصيغة البنائية لأحماض أو لأحد الأحماض. طيب انت اعطيني صيغة بنائية لأحد الأحماض، عايز ايه؟ بيقول لي أي مما يلي يعبر عن النواتج المحتملة لتفاعل هذا الحمض مع هيدروكسيد البوتاسيوم. هيدروكسيد البوتاسيوم يا حبايبي رمزه ايه؟ KOH قاعدة. طيب المجموعة اللي هنا دي مجموعة كربوكسيل هتتفاعل، والمجموعة اللي هنا دي مجموعة كربوكسيل هتتفاعل، واللي هنا دي كربوكسيل هتتفاعل. لا، الأخيرة دي مش هتتفاعل، دي غلط لأن دي هيدروكسايل، ودي برضه هيدروكسايل غلط. يبقى ما عنديش غير المجموعتين اللي عليهم دواير دول هما اللي هيتفاعلوا. طيب هو بيتكلم عن الصيغة البنائية، يعني كده فوق هيبقى COOK وتحتها CH و OH. تمام يا شباب. وفي هنا C جنبها H، فوقها COOK وتحتها OH بالظبط كده. طيب عايز ايه بقى؟ بيتكلم عن النواتج المحتملة لتفاعل هذا الحمض مع هيدروكسيد البوتاسيوم. يعني ايه نواتج محتملة؟ يعني انا كده ما عنديش وفرة من KOH، ممكن احط كمية قليلة او كمية كبيرة. طيب نبص كده بالراحة واحدة واحدة. لو جمعنا السيهات ديت كلها 4C هيبقى C4. طيب لو جمعنا الاتشات هيبقى H4. طب لو جمعنا الأوهات هنا 2 و2 4 و2 6 هيبقى O6. طيب لو جمعنا الكي يا إما كي واحدة يا إما كي 2، يا كده يا كده. طيب تعال نشوف الاختيارات. ادي C4H4 O6 زي ما انا كاتب اهو K2، فالاختياري ده مظبوط اهو. تمام. يا اما C4 فاضل تاني مفيش. بالراحة بقى نشوف الإجابة الصح. ده مكتوب C4H5OK، ده اختياري. انت عارف ده معناه ايه؟ ان هو اشتغل بمجموعة كربوكسيل واحدة. تخيل لو هنا كي واحدة مش كي 2، لو هنا كي واحدة هتضطر تحط هيدروجين هنا، فعدد الاتشات بدل ما هو 4 هيبقى 5،
C4H5O6K دي صح، لكن الاختيارات الباقية غلط. فالصح كده الإجابة ب، لأنه عامل علامة صح تحت الإيه الإجابتين اللي أنا عايزهم في السؤال 48. السؤال 49 بيقول من المخطط التالي، يعني بيتكلم على بيقول ايه، من المخطط التالي C2H6 ده الإيثان، كالورا هيبقى C2H5Cl، العملية واحد وبعدين أكسدة، يبقى لازم هنا كحول، طالما في أكسدة يبقى لازم ده KOH عشان التفاعل يتم. أكسدة تامة يبقى لازم ده حمض. بعد كده 4، يعني مش عارف حط ايه، ده 5، ده 6، ده ميثان، طالما ده ميثان يبقى لازم ده ملح في سونة، ملح حمض يعني، يبقى لازم 4 ده يكون NaOH تعادل. فيعني بيقول لي أي مما يلي صحيح، 1 KOH أوكي، 3 حمض أسيتيك ماشي، 6 CaO أنا موافق. فالسؤال 49 طبعا يعني أنا بس CaO ده إحنا كنا بنستخدمه كمادة صهارة، لكن الأساس في التفاعل هو NaOH، ما ينفعش CaO لوحده، يعني هرفض دي عشان خاطر الحتة دي يعني. ب C2H5OH في رقم 2 ما عنديش مشكلة كحول. رقم 4 هيبقى NaOH تمام. 5 هيبقى COOH حمض، لا احنا قلنا 5 ده لازم يكون ملح، لازم ينتهي بسونة يعني. جيم بقى 1 KOH مظبوط، 2 هيبقى كحول C2H5OH ماشي. 6 بقى شفت بقى ظبطها ازاي، الإجابة جيم كده مظبوطة تمام. تعالى نكمل. بيقول ايه السؤال 50، يتم تحويل حمض الإيثانويك إلى كلوريد ميثايل بتتابع الخطوات. بالراحة يا شباب، حمض الإيثانويك اهو عايز يحوله لكلوريد ميثايل اللي هو CH4Cl، CH3 بقى Cl. طبعا ده بيتكون بالايه، فاكر بالهلجنة، هلجنة صح، يبقى انت عايز اجابة اخرها كلمة هلجنة بالاستبدال. فالاجابة جيم يعني شك فيها لان اخرها كلمة استبدال. تعالى بقى مشيها كده، تعادل فعلا هيحصل اسيتات صوديوم، تقطير جاف فعلا هيحصل ميثان، صح كده الاجابة جيم اجابة ايه مظبوطة في السؤال 50. 51 الجدول المقابل يوضح أوجه المقارنة بين ثلاثة مركبات عضوية، أي مما يلي يعبر عن النوع. تفاعل مع الصوديوم كلهم بيتفاعلوا، مع الكربونات واحد بس اللي بيتفاعل، خلاص يبقى أنا عايز إجابة إكس حمض وأنا مغمض، دور كده على إكس حمض، بفكر في جيم وفي دال. طيب التفاعل مع HCl إكس ما تفاعلش ولا زد، خلي بالك زد لازم يبقى فينول لأن الفينولات لا تتفاعل مع HCl، أنا كده لازم أختار الإجابة د في السؤال 51. السؤال 52 المواد من 1 ل4 الموضحة بالمخطط التالي مرتبة حسب درجة غليانها. 1 بقى BR2، 2 KOH، طبعا وانت مغمض كده لازم تختار ان هنا كحول، وده هيبقى هاليد الكايل RBR، وده لازم يبقى الكان او الكين عادي يعني، مش عارف لسه هنكمل اهو. هنا هيبقى حمض عشان خاطر هعمل كربونات صوديوم، طالما حمض يبقى ده لازم يبقى الكان. طب ليه مش الكين يا مستر؟ لو الكين كان هيتفاعل بالاضافة مع الاتنين BR، يبقى 2 ده هيبقى ثنائي برومو، ويبقى 3 جلايكول، واكسده هيبقى حمض كربونات صوديوم، والله ينفع برضو. تعال نشوف كده الاختيارات. أي مما يلي يعد صحيحا، المركب 1 و4 يرتبط مع الماء بروابط هيدروجينية، طبعا غلط الألكان ما بيرتبطش. ب المركب 2 و3 يتفاعلا بالإضافة، غلط برضو، 2 هاليد الكايل مشبع. ج 1 و3 يتواجدا في الحالة الغازية، 1 ده ألكان
و3 كحول غلط، الكحولات سوائل زي ما قلنا قبل كده. جيم المركب 1 و3 خلاص غلط كده. دال المركب 2 و4 يتفاعل بالاستبدال، 2 صح استبدال لأنه ألكان أو مشتق ألكان يعني، و4 برضو حامض مشبع، فيعني الإجابة دال أحسن إجابة في السؤال 52. 53 من المخطط التالي، أعطيني مخطط بيقول إيه بقى؟ 1 مول من الجلوكوز، تخمر كحولي، مركب عضوي، أكسدة، حمض عضوي، كربونات صوديوم، ملح، تقطير، غاز عضوي. طبعا الغاز عضوي أنا بفكر في الميثان طالما فيها تقطير كده، غاز عضوي إكس. بيقول لي عند مراعاة موازنة التفاعلات الحادثة تكون النسبة بين حجم الغاز الناتج إلى حجم CO2 الكلي الناتج at STB يساوي كام؟ طيب امشي معايا واحدة واحدة كده. مول من الجلوكوز، الجلوكوز صيغته ايه؟ C6H12O6. تخمر، اللي فاكر في التخمر بيطلع 2 مول من C2H5OH. لازم تكون حافظ بالوزن كده عشان تعرف تحل السؤال. وبيخرج 2 CO2. يبقى انا مركز قوي ان في اول خطوة كده خرج 2 CO2. طيب المركب العضوي اللي هو مقصود بيه هنا الايثانول C2H5OH محطوط هنا. أكسدة تامة هيدي حمض أسيتيك، مفيش CO2 طلع طبعا. طيب كربونات صوديوم هيطلع ثاني أكسيد كربون، هيبقى فيه CO2 خارج، فكده لازم تاخد بالك إن في مول خارج من CO2، هو قلب فرض مراعاة الوزن. طيب تقطير جاف هيطلع غاز الميثان CH4. يبقى الميثان عدده 1 لكن ثاني أكسيد الكربون عدده 1 و2 3، يبقى النسبة 1:3. فين الإجابة اللي بتقول كده بقى؟ طيب هل أنا محتاج أتأكد من وزن غاز الميثان؟ لا، هو بيطلع CH4 مظبوط. طيب على فكرة يا شباب، أنا عشان أطلع ثاني أكسيد الكربون مع Na2CO3 لازم الوزن هنا يطلع 2، فبالتالي الملح هيطلع 2 CH3 COONA، فبالتالي غاز الميثان اللي خارج هيبقى 2 CH4. فأنا كده عايز إجابة 2:3، فالإجابة د الإجابة المظبوطة في السؤال 53. أقولها تاني سريعا. لو وزننا المعادلات عشان هو قال مع مراعاة الوزن، أنا مش هعرف أخرج واحدة CO2 إلا لو كان الحمض بالشكل ده، لأن لو فاكر التفاعل يعني تعالى كده نشوف التفاعل الحادث. بص كده CH3COOH زائد Na2CO3 مش هينفع ب1 مول، لازم تضرب هنا في 2 عشان في 2 صوديوم داخلين معانا، COONA زائد H2O زائد CO2. يبقى عشان اخرج واحدة CO2 لازم يكون معايا 2 سونة، و2 سونة هيخرجوا 2 ميثان، عشان كده احنا اخترنا 2 ل3. طيب يبقى الجواب الصح هنا هو الجواب ايه؟ فين السؤال؟ قلنا بالنسبة ايه؟ 2:3، اللي هي الإجابة ايه؟ د. السؤال 50 بيقول تتفق كل تفاعلات حمض الأسيتيك التي تظهر خاصية الحامضية في، تتفق في ايه؟ تفاعلات حمض الأسيتيك اللي بتظهر خاصية الحامضية. خاصية الحامضية دي فاكر معايا اللي هو التفاعل مع الصوديوم مع هيدروكسيد الصوديوم مع الكربونات، كلهم بيتفقوا في ايه؟ هل تصاعد غاز الهيدروجين؟ غلط طبعا، لأن الصوديوم بس اللي بيطلع هيدروجين. هل تكون ماء؟ غلط، لأن في فلز نشط ما بيكونش ماء. هل تكون ملح؟ هي دي بقى جيم الإجابة الصحيحة، بيخرج ملح في كل حالة، اللي هو ملح اسمه أسيتات الفلز. يتكون محلول أسيتات المغنيسيوم عند تفاعل حمض الأسيتيك مع مين عدا؟ مغنيسيوم صح، هيدروكسيد مغنيسيوم صح، بيكربونات مغنيسيوم صح، لكن دال هي اللي غلط، الكبريتات لا. ماشي. 56 يتفق الإيثانول مع حمض الإيثانويك في نقط. إيثانول مع إيثانويك، والله الإيثانول كحول والإيثانويك حمض، يتفقوا في إيه؟ كتلة طبعا غلط، ده 46 وده 60. تفاعل مع بيكربونات الصوديوم غلط، الكحول ما بتفعلش. عدد ذرات الهيدروجين
والله ده فيه 6 وده فيه 4، لا ما ينفعش. تفاعل مع الصوديوم ده اللي صح. 57. يتفاعل مول من المركب المقابل مع 3 مول من مين؟ ده في عندك مجموعة كربوكسيل، لا مش موجودة. طيب بالراحة تاني نفكر. انت عايز مول من المركب مع 3 مول من مين؟ انا في عندي OH هنا، المجموعة دي كيتونية ما بتتفاعلش مع الفلزات، المجموعة دي OH برضو، المجموعة دي حامضية اهي. يبقى دي المجاميع اللي ممكن تتفاعل مع البوتاسيوم مثلا او مع الايه، الإجابة ألف كده صح، لأن البوتاسيوم يقدر يدخل في التلاتة دول فيكون 3 مول، أو نحتاج يعني 3 مول، ف57 هتبقى الإجابة ألف. 58. المركب الذي يتفاعل مع كربونات الكالسيوم مكونا المركب ده، بص كده يا شباب، C3H7COO، ده حمض البيوتريك اللي هو في الزبدة، ف ممكن يتفاعل مع كربونات الكالسيوم لازم حمض، اللي هو اسم العلاج بتاعه البيوتانويك، ده الإجابة الصحيحة. السؤال 59. مركبان إكس وواي صيغتهما البنائية كالتالي. الإكس صيغته البنائية فيها رابطة ثنائية ويمثل كحول. الواي بقى صيغته فيها حامض اهي COOH، وفي نفس الوقت فيها مجموعة هيدروكسيد. ما الكاشف الذي يمكن استخدامه في التمييز بينهما؟ ألف، فلز النحاس مش هيتفاعل مع الاتنين يبقى مش هيكشف. ب، غاز الكلور في وجود الأشعة فوق البنفسجية، الإكس بيتفاعل بالإضافة لكن الكلام بتاع ب عايز استبدال. الواي ممكن يتفاعل بس الكلور ملوش لون. جيم، محلول بيكربونات الصوديوم، ده صح لأن بيكربونات الصوديوم بتكشف عن الكربوكسيل لكن المركب إكس مفهوش كربوكسيل، فالسؤال 59 إجابته جيم. 60 بيقول يمكن تحويل CH3CH، اتفقنا يا شباب اللي هو اتش دي هتبقى فرع هنا، وبعدين مجموع كربوكسيل اللي هو حمض اللاكتيك إلى المركب ده. طبعا كده حط صوديوم يعني، يبقى ممكن أضيف فلز الصوديوم صح، وكربونات صح، وهيدروكسيد صح. أ بيقول صوديوم أو كربونات فقط، ب بيقول كربونات أو هيدروكسيد فقط، ج صوديوم أو NaOH فقط، د طبعا كده د هي اللي صح لأن الأحماض بتتفاعل مع الكل. طيب بس أنا عايز أقرأ تاني الجزئية دي. هو بيقول باستخدام موافرة من مين؟ عايز يحول أهني مجموعة بس، ها؟ خلي بالك بقى، في هنا فكرة جميلة جدا. ايه هي الوفرة دي؟ لو استخدمنا صوديوم هتدخل على المجموعة الكحولية، وهو في المركب اللي طلعه ال OH ما اشتغلتش. يبقى انت عايز حاجة بتتفاعل مع الكربوكسيل ومش بتتفاعل مع الكحولات، لا كده الإجابة ب هي الإجابة المظبوطة هنا، أحسن من د. ليه بقى؟ زي ما قلت لك كده، لو اخترت د فيها صوديوم، فساعتها المجموعة بتاعة ال OH هتتفاعل، يعني المركب الناتج هيبقى فيه مجموعة اهيت. لا لازم اختار هنا الإجابة ب، الإجابة الصح ده الغلط. نيجي للسؤال 61. بيقول ايه؟ ما الصيغة البنائية للإستر الناتج من تفاعل الميثانول مع حمض البيوتانويك؟ يلا يا شباب بتوع الاسترات الحلوين اللي بيفهموا في الاسترات، البيوتانويك 4 سهات، 3 والكح، أيوة كده. طيب مع الميثانول هتبقى CH3 في الآخر. دور بقى على الصيغة الجميلة دي. طبعا ده المرفوضة ليه يا مستر؟ ما هم 3 سي ولا 4 سي؟ بص أنا كاتب ايه فوق، لازم ال3 سي متصلين بكح، هنا عامل 4 سي متصلين بأو، متنفعش. بص في جيم بقى، 1 2 3 من اليمين كده 4 وبعدين الكح وبعدين CH3، طبعا جيم إجابة يا شباب طبعا مظبوطة. تمام. تعالى بقى على السؤال اللي بعده اللي هو السؤال 62. كل مما يلي يعبر عن الحمض المقابل عدا. ايه بقى الحمض المقابل ده؟
يعني أنا رأيي أكتفي بالفيديو ده لحد هنا، لحد السؤال 61، لأن الفيديو كده هيبقى طويل. أشوفكم إن شاء الله في تكملة، يعني هكمل معاكم بإذن الله الدرس ده أسئلته كتير، لأن الأحماض يعني درس مهم جدا. تقريبا عندنا 114 سؤال في الدرس، فيعني احنا بالتقريب كده حلينا نص الدرس. يعني لو في حاجة مش مفهومة في اللي أنا قلته وحليته، أنا معاكم مستر إسلام كامل. قناتنا مستر أكشن، دعمكم تواصلكم أهم شيء معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.